السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع أدوات الاستفهام. أدوات الاستفهام دي من غير ما تعرف معناها ولا هي عايزة منك إيه مش هتعرف تجاوب أي سؤال. طيب لو عرفتها الموضوع يبقى سهل جدا جدا، وخاصة مع سؤال القطعة. اوعى تنسى سؤال القطعة اللي دايما سؤال أداة الاستفهام في ناس كتيرة بتتلخبط فيه بسبب إن هي بتتلخبط في أدوات الاستفهام. يلا بينا بطريقة مبسطة جدا نشرح أدوات الاستفهام. طب قبل ما نشرح أدوات الاستفهام لازم نعرف تكوين السؤال. تكوين السؤال بيبدأ بأداة الاستفهام، بعدها فعل مساعد، بعدها فاعل، بعدها فاعل. بس كده؟ انا عايزك تبقى حافظها، عايزك تبقى حافظها جدا جدا جدا، علشان دي هتفيدك في حتى في الترتيب. لما يجي لك ترتيب سؤال ساعات في طلبة بيتلخبطوا فيه. يعني ترتيب السؤال أداة استفهام فعل مساعد فاعل فاعل. قولها تاني: أداة استفهام فعل مساعد فاعل فاعل. طب أداة الاستفهام هناخدها دلوقتي. طب الفعل المساعد اللي احنا خدناه الدرس اللي فات. طب تيجي معلش نفتكر يعني ايه الافعال المساعده. am وis وار، والماضي was وwere، do وdoes والماضي did، have وhas والماضي had، will وwould وكان وcould. طيب تعال نبص كده على المعاني بتاعتنا. هناخد النهارده استخدام السؤال باستخدام am وis وار. what معناها ما او ماذا. what ما او ماذا، بنسأل عن شيء معين. what. where يعني أين. where بنسأل بيها عن مكان. where أين. when متى إمتى، بسأل بيها عن زمن عن وقت معين. when do you go to school، بتروح المدرسة الساعة كام أو إمتى. why لماذا ليه، تعالى هنا قول لي ليه، تعالى هنا قول لي why لماذا، بسأل بيها عن سبب. ساعات بتجاوب because أو to لكي. who يعني من، بسأل بيه عن شخص عاقل. مين اللي عمل حاجة معينة. who. how يعني كيف، بسأل بيها عن كيفية، يعني ازاي انت بتروح المدرسة مثلا. how do you go to school، بتروح المدرسة ازاي. فطبعا هتقول له مثلا I go to school by bus. how many كم عدد. how many كم عدد، بسأل بيها عن عدد أي حاجة، ودايما بسأل بيها عن الحاجة اللي بتتعد اللي هي الكاونتبل ناونز، اللي هي الحاجات اللي بتتعد بسأل بيها بهاو many. طيب how much ليها معنيين: كم ثمن، بسأل بيها عن سعر حاجة، أو كم الكمية. how much كم الكمية، يعني أنا الحاجة اللي بتتعد بسأل بيها بهاو many، الحاجة اللي ما بتتعدش بسأل بيها بهاو much. طيب تعال ناخد how long يعني ما مدة، بسأل بيها عن مدة معينة. how long. how often كم مرة، يعني عايز أسألك مثلا عن حاجة أنت كم مرة بتعملها، هقول لك how often do you go to your grandma، يعني كم مرة بتروح لجدتك. تعال ناخد شكلها بيبقى عامل ازاي كده ونتدرب على اللي احنا قلناه. what is your name ما اسمك. what أداة استفهام، is فعل مساعد، your name فاعل. where is your brother أين أخيك. where is، خد بالك ما بقولش where your brother، ما بقولش what your name، لازم أحط الفعل المساعد. when is your birthday يعني امتى عيد ميلادك. when متى. طب why لماذا. why is she crying انا شايف بنت بتعيط فبقول له why is she crying، هي بتعيط ليه. who من is she مين دي. who is she يعني في حد كده واقف مثلا، بنت كده واقفة مع صاحبتك فبتقول لها who is she مين دي. how are you كيف حالك. how are you يعني معنى كده ان what بسأل بيها عن شيء معين، where بسأل بيها عن مكان، when بسأل بيها عن وقت معين أو توقيت أو زمن، why يعني لماذا بسأل بيها عن السبب، who بسأل بيها عن شخص معين عايز أعرف مين ده، how بسأل بيها عن الكيفية كيف. how are you
كده احنا خلصنا الحلقة الصغيرة جدا اللي انا عملتها علشان نفهم يعني ايه ادوات الاستفهام. عايزك تفهموا الموضوع ده كويس وتركزوا وتحفظوهم حفظ. عايز ابقى حافظ يعني ايه ادوات استفهام. عايز ابقى عارف ان اداة الاستفهام بيجي بعدها فعل مساعد فاعل او فعل مساعد فاعل بس لو مش هجيب فعل. يبقى الترتيب بتاعي اداة استفهام فعل مساعد فاعل، اداة استفهام فعل مساعد فاعل. شكرا جدا ليكم. النهارده كانت الحلقه صغيره علشان تفهموا يعني ايه ادوات الاستفهام، وان شاء الله الدرس اللي جاي هنتكلم عن الصفات. ده اكتر درس مهم جدا جدا، عايزك تكونوا مركزين جدا ومستعدين. شكرا جدا ليكم.